اللي ما جربش الطريقه دي يبقى فايته كتير قوي. انسي بقى اي باميه جربتيها قبل كده وجربي الطريقه دي، بجد هتعجبكم جدا. هنجيب كده معانا الباميه نقطعها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، اي تقطيع انت بتحبيها براحتك خالص. وبعد كده هقطع معايا فلفل حامي، والحامي هنا على حسب الرغبه، يعني لو ما بتحبيش الحاجه مشطشطه استغني عنه. ومعايا فلفل رومي كده قرن صغير، هقطعه كده قطع صغيره جدا. وبعد كده هضيف ليه كده معلقه كده من الثوم الني، فص ثوم بس ني، معلقه صغيره. وهنضيف الكزبره كده الجافه حوالي كده برضو معلقه صغيره. وهنضيف الشوربه بتاعتنا، كل ما الشوربه تكون دسمه كل ما بيكون الطعم احلى واحلى. هنقلبهم ونرفعهم دلوقتي كده معانا على النار، ما بتاخدش وقت خالص. اهم حاجه لما يظهر معاكي كده ريم على الوش تبداي تتخلصي منه. وطبعا حاطين الطشه بتاعتنا كده على النار. التوم ببدا احمره، اول ما ياخد معايا اللون الذهبي بضيف له كده الكزبره الجافه. وطبعا شلت الطاسه بتاعتي من على النار، لان الكزبره لما بتغلي على النار كتير طعمها بيمرر، يعني انا بشيلها من على النار احط الكزبره. وبعد كده اعمل بقى طشه ايه الويكه بتاعتي، وتاكلي احلى ويكه صعيدي، بجد خطيره، لازم تجربوها. تقولي رايكم في الكومنتات.